بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد وأصحابه الأخيار. اليوم نتحدث عن موضوع جديد باللحام، وقد يكون غريبا على البعض، لأنه حقيقة هو غريب في مصدر المستخدم في عملية صهر المعدن المطلوب لحامه. بالمناسبة نحن تحدثنا سابقا عن كثير من أنواع اللحام، وهي يعني أنواع كثيرة اليوم، لأنه اللحام أيضا تطور كما تطور كل أنواع العلوم. يعني سابقا نتحدث عن لحام الولدنج، القوس الكهربائي، لحام الأكسجين السائد منذ زمن طويل. اليوم نتحدث عن لحام بالإلكترون، لحام بالليزر، لحام بالاحتكاك، وطرق جديدة كثيرة. يعني المحاضرة هذه موجهة بالتحديد إلى أخواننا اللحامين أو المهندسين، أو حتى من ليس لديه أي معرفة عن اللحام، يعني غرض الاطلاع. تعلمون بأنه العلم هو حق الجميع، وعلينا أن نتعلم قدر الإمكان. إخوان، العمر قصير، وعلوم الأرض، علوم هذه الدنيا كثيرة جدا. لو هرولنا ليل نهار لم نلحق بجزء بسيط من العلوم السائدة في حياتنا اليومية والإنشاءات اليومية: الإلكترون، ميكانيك، طائرات، زراعة، صناعة، طب، إلى آخره. كملاحظة، أكو مقولة حلوة لنابليون، ولو ما لا علاقة لنا بشخصيته كيف كان ومن كان نابليون، لكن يقول: عماد الأمة القلم والسيف. القلم يقصد به العلم، فأما السيف فإلى حين، وأما القلم فإلى كل حين. يعني الأمن من استقر، وإذا استقر السيف لا حاجة له، بينما القلم في حاجة إليه كل يوم ولكل الأجيال. لحامنا لهذا اليوم هو لحام الثرميت، طبعا بالعربي وبالإنجليزي يسمى بلحام الثرميت. قلنا اللحام هذا غريب شيئا ما، لأنه غريب الطور حقيقة، لأن لا نستخدم الوسائل التقليدية السائدة، الكهرباء والمصادر الحرارية الأخرى. هنا المصدر الذي نستخدمه هو التفاعل الكيميائي. مواد التفاعل فمواد التفاعل هنا أيها الأخوة هي أكسيد الحديد، أو عندنا ملح الحديد أو أكسيد الحديد بس، وإليه باودر أو مسحوق ناعم للألمنيوم أو مسحوق للألمنيوم. طبعا بنسبة 1:3، 1 ألمنيوم 3 أكسيد الحديد. طبعا يحضر بمزيج، وفي نفس الوقت يتم تحضير قالب معدني يوضع على منطقة الكسر في قضبان القطار، قضبان السكك القطار، أو أي جزء مكسور، كان يكون ترنك السيارة، أو أي جزء صفيح سميك، أو قابلو، أو كيبل، يعني كيبل كهربائي أيضا سميك، لأنه يستخدم للزائد السميكة. بالمناسبة الطريقة يعني نقدر نقول غير صالحة للزائد الرقيقة، لأن الحرارة عالية جدا. طبعا يوضع المزيج في القالب. You're like me, Tyler. You got to take your glasses off to see. عملية التفاعل تحتاج إلى حرارة تصل لحوالي 1000 درجة مئوية حتى يبدأ التفاعل. هذه الحرارة ممكن أن نحصل عليها من شعلة الأوكسي أستيلين. الأوكسي أستيلين
تمنحنا هذه الحرارة الكافية للتفاعل. يبدأ التفاعل، طبعا التفاعل لا يستمر أكثر من 30 ثانية. يتم عملية اللحام بكفاءة عالية بجودة عالية. يتم صهر يعتبر لحام تناكبي، يعني حافات القطعة المراد لحامها تنصهر وتمتزج سوية وتصبح قطعة واحدة. بعد عملية اللحام يرفع القالب ويتم إزالة الزوائد، يعني عملية تشطيب واسطة الكوسرة الطيارة بالوسائل الميكانيكية، ويصبح يعني يكون سكة القطار كباقي أجزاء السكة نظيفة وصالحة للاستعمال. الطريقة هذه يعني ممكن استخدامها في أقصى المناطق، يعني البلد بعيدة عن المدينة، بعيدة عن محطات الكهرباء. مجرد أن يعني تجلب معك القالب أو المادة، يعني هذا المزيج يعني اللحام بكفاءة عالية وجودة عالية، ويحتاج طبعا من الطبيعي يعني العملية أي عملية لحام ليس فقط هذا الأسلوب وهذه الطريقة، تحتاج إلى خبرة. يعني لحام القوس الكهربائي شكل خطورة إذا ما كان للعامل خبرة، وكذلك لحام الأكسجين، الاستيلين والأكسجين، الغازات الخطرة تحتاج إلى خبرة أيضا. هذا النوع من اللحام أيضا يحتاج إلى خبرة لعملية انفجار، فمن الضروري أن يتم إجراء العملية بحضور ناس ذوي خبرة في إجراء عملية اللحام. إلى اللقاء في المحاضرات القادمة. تحيات.